السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة أيوشا هوم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة كلنا بنحبها، وهي السمك المقلي المقرمش بالتتبيلة الخطيرة. وهقول لكم على سر قرمشة السمك من غير ما يشرب أي زيت، وايه الحاجة اللي بيحطوها في التتبيلة بتخلي طعمه حلو قوي ومختلف. وكمان هنشوف مع بعض طريقة عمل رز الصيادية بتركات المطاعم وطعم حلو قوي. ويلا بينا نشوف الفيديو. ولكن قبل ما نشوف الفيديو، انا آية رشاد. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا. واول حاجة هنجهزها هنا هي تتبيلة السمك. عندنا اول حاجة قرنين من الفلفل الحامي، قرنين من الفلفل الرومي متقطع صغير، عندنا توم صحيح او توم مفروم اللي موجود عندك، حتتين من البصل صغيرين خالص كده، وده اللي بيدي طعم مختلف حلو قوي للسمك. عندنا التوابل: معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وعندنا عودين كمان من الشبت مفرومين فرم ناعم قوي، ونص ليمونة مش أكتر من كده. هنفرم بقى كل المكونات بتاعتنا دي في الكبة. ادي الكبة بتاعتنا، هنضيف فيها كل المكونات بتاعتنا والتوابل، وهنفرمها فرم ناعم قوي. اما بالنسبة للشبت والليمون فانا هضيفه بعد ما افرم المكونات في الكبة. وادي كمان بعد ما فرمناها في الكبة، هنفضي بقى المكونات بتاعتنا دي في الطبق. ريحتها حلوة قوي، مش عايزة اقول لكم تحفة جدا. جربوا بيها السمك وهتشوفوا ان هو طعمه مختلف وجميل. هنشيل بقى معلقتين كده على جنب، هنستخدمهم في الرز واحنا بنعمل الرز. وهضيف بقى هنا الشبت والليمونة، وهنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. وبس كده كده التتبيلة بتاعت السمك كانت جاهزة معايا. عندي هنا سمك بلطي مغسول كويس ومتنضف ومنقوع في مية ودقيق وملح وليمون علشان الزفارة. نقعته لمدة ربع ساعة، وبعد كده رحت تحت الحنفية وشطفته تحت المية الجارية، وكان معايا بالشكل ده. هنبدأ بقى نعمل فتحات في السمك كده. لو السمكة كبيرة ممكن تعملي فيها اكتر من 3 فتحات، انا هكتفي بفتحتين بس، عشان بس نقدر نوصل التتبيلة للحمة السمك من جوه وتتبل معانا كويس وتدي طعمه حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى التتبيلة بتاعتنا ونبتدي نتبل السمك. هنحاول نوصل التتبيلة لكل السمكاية، في بطن السمكاية ومكان الخياشيم بتاعتها، وهنحط التتبيلة جوه الفتحات اللي احنا عملناها، بحيث نتبل السمكاية كلها تكون واخدة كفر كامل من التتبيلة. جربوها يا جماعة بالتتبيلة دي، والله العظيم تحفة تحفة جدا. هنكمل كمية السمك بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كمية التتبيلة او كمية الحاجات اللي هنفرمها، اللي هنتبل بيها السمك، بتكون على حسب كمية السمك. يعني شوفي انتي عاملة سمك قد ايه، وابتدي بقى اعملي يعني بتلتزميش باللي انا قلته، ابتدي زودي الكمية بتاعتك على قد السمك. خلاص كده خلصنا السمك، هنسيبه بقى يتبل في التتبيلة دي نص ساعة.
بعد ما عدى نص ساعة هنبتدي بقى نجهز الكفر اللي هنغطي بيه السمكة من بره. عندنا هنا كوباية من الدقيق وعليهم معلقتين من النشا ومعلقة من الملح. اللي حابب يحط كاري ممكن يضيف، انا مش هحط، انا بكتفي بس بالملح. وهنقلبهم مع بعض كده، وبعدين هنجيب كيس كده يكون نضيف ونفضي فيه الدقيق عشان بس ما نبهدلش الدنيا حوالينا والدنيا تبوظ من الدقيق. فانا هجيب الكيس واحط فيه الدقيق، وهبتدي بقى ايه، احط اكفر السمك بالدقيق ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولا اسهل من كده ولا احسن، ومن غير بهدله كتير ومن غير ما نعك الرخامه بقى دقيق وكده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي حابب يبقى يمسح التتبيله عشان ما تعملش شكل مش حلو على السمكية بعد ما تحط عليها دقيق براحته، بس عادي هي مش فارقه في اي حاجه. هنخلص كميه السمك بتاعتنا. خلاص خلصنا الكميه بتاعتنا كلها وغطيناها بالدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويلا بينا نشوف. عندنا هنا طاسه فيها زيت على النار. الزيت يا جماعة يكون بدرجة حرارة متوسطة، ما تكونش بدرجة حرارة عالية خالص، لان لو كانت بدرجة حرارة عالية هتحط السمكية في الزيت هتبتدي تاخد لون منك بسرعة وممكن تتحرق ومش هتستوي من جوه. فيكون بدرجة حرارة متوسطة ونبتدي نحط السمك فيه. واول ما يبتدي ياخد لون من الجنب ده هنقلبه على الاتجاه التاني عشان ياخد نفس اللون. وبلاش تكون النار عالية قوي، وبالذات لو كانت السمكة حجمها كبير. شايفين واخد لون حلو من الجنبين نفس اللون. هنا بقى هنجيب مصفى ونحاول نشيل كل الرواسب اللي نزلت من السمك دي علشان ما تتحرقش على بقية السمك وتاخد لون غامق ويبقى شكله مش حلو وطعمه كمان مش هيبقى حلو. فنحاول نشيل اي رواسب كده الاول قبل ما نكمل بقية السمك. زي ما انتوا شايفين دي كانت تاني مرة اقلي في الزيت، والزيت كان حلو جدا ولسه لونه حلو والسمك ما اتحرقش فيه وواخد لون واحد من جنبين. واول مرة زي تاني مرة، بس انتوا شيلوا الرواسب. تعالوا هنا بقى نكمل ونعمل مع بعض رز الصيادية، احلى شوية رز هتاكلوهم. عندنا هنا حلة على النار فيها زيت سخن، وهننزل ببصلة كبيرة متقطعة وسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي. عايزينها تاخد لون معانا غامق، بس اوعي تحرقوها، انا بقولكوا اهو غامق بس. هنقلب فيها بقى باستمرار لحد ما توصل معانا للون اللي انتوا شايفينه ده. انا بالنسبه لي اللون ده حلو قوي، غامقه وهتدي معايا الطعم واللون اللي انا عايزاه. هننزل بقى هنا بالمعلقتين اللي خدناهم من التتبيله في الاول، وهنبتدي نشوحهم مع بعض لحد بس ما نشم ريحتهم كده. وبس كده خلاص. هننزل بقى بكميه الميه اللي هنعمل بيها الرز. طبعا كميه الميه قد كميه الرز لاننا نشتغل برز مصري. هنحط بقى كميه الميه بتاعتنا وهننزل عليهم بمعلقة من الصويا صوص. الصويا صوص بيدي لون حلو للرز زي رز المطاعم بالظبط، وكمان بيديله طعم حلو. وكمان بنضيف معلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، لكن اللي ما عندوش زي حالاتي كده باربيكيو صوص فيحط نص معلقة من البابريكا المدخنة. شايفين لون المية عامل ازاي؟ تحفة جدا. هنضيف كمان معلقة من الملح، واللي حابب يضيف مرق مكعب مرق كمان يضيف، مفيش اي مشكلة، هيدي معاكم طعم حلو. هنغطي بقى لحد ما المية تغلي، واول ما المية تغلي معانا هنبتدي ننزل بيها بالرز. الرز عندي هنا مغسول ومتصفي مش منقوع. بس وهنقلب الرز بقى بتاعنا في المية، والمية يا دوبك تكون مغطية الرز كده في حدود 1 سنتي او اقل. وخلاص وهنغطي عليه بقى ونسيبه لحد ما يتشرب. اخد معايا حوالي 8 دقايق على ما اتشرب،
وكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هغطي عليه وهوطي عليه النار شمعايه صغيره كده كمان 7 دقايق، وكان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ومستوي وزي الفل وطعمه تحفه وريحته جنان. احلى رز صياديه هتاكلوه. وبس كده كنا خلصنا الاكل بتاعنا، اكل سريع وسهل. شايفين السمك تحفه ازاي، مقرمش مفيش ولا نقطه زيت واخد كله لون واحد. الرز عندي تحفه، هتاكلوه حاف كده مع شويه سلطه، وبالهنا والشفا على قلوبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، واشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده من ايوشا هوم. في رعايه الله.